لو انت مش واخد بالك فاحنا في عصر ما قبل خروج الدجال، واظن الموضوع مقرب قوي. ولو انت مش واخد بالك من الموضوع ده فانا عايزك تخش تقرا عن علامات ظهور الدجال وتفرج بنفسك. ولما تشوف ان الكعبة بيتعمل شبهها، ولما تشوف القرآن بيتعمل فيه ايه واخواتنا بيتعمل فيهم ايه، وانت لسه ما تبتش وما صليتش وما رجعتش لربنا سبحانه وتعالى، امال انت محتاج ايه يحصل في العالم علشان ترجع لربنا؟ ولو انت ما رجعتش لربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده وما تبتش، انت فاكر ان انت هترجع امتى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والله العظيم الآية دي احنا بنشوفها كل يوم تقريبا. ربنا رب يثبتنا ويهدي الناس جميعا. انا بقول لك الكلمتين دول مش علشان اخوفك، انا بقول لك الكلمتين دول علشان تنجز نفسك وترجع لربنا سبحانه وتعالى، لان والله ما بقى في وقت. مفيش وقت لكل الكلام ده، مفيش وقت لكل الذنوب والمعاصي دي. احنا امة دلوقتي ضعيفة. هننتصر بيك، هننتصر بتوبتك لما انت ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتبقى بني ادم كويس وتتعلم عن دينك وتعرف عن دينك اكتر. احنا هنبقى اقوى. لكن احنا دلوقتي في ضعف بسبب حب الدنيا الزيادة عن اللزوم، وبسبب طول الامل اللي احنا اصلا مش عارفين الحاجة احنا هنوصل لها ولا لا. فبالله عليك فوق، لان احنا قربنا قوي على الاواخر.